لازم انت تهيئ نفسك للماركت بتاع السوق بتاع العمل بتاع الامارات. وخلي بالك هو مش سوق سهل، ده سوق عنيف جدا. فندم، انت في سوق العمل في دبي بتتنافس مع 120 جنسية اخرى. الجنسيات دي بعتت الصفوة بتاعتهم لدبي، فانت لو انت مش جاهز هتتهرس. صح. يعني انت ابسط شيء مثلا بقول له ابدا خد كورس انجليش. لو انت عايز تسافر ظبط نفسك، ادرس حاجه معينه، تظبط سي في محترم عشان ما تضيعش وقت، ويبقى عندك حته ان انا هغامر. صح. لان هي السفريه هتبقى مغامره. انا ممكن دلوقتي اعمل فيزا، هصرف عليها قد كده، وهصرف قد كده في الطيران، وهصرف قد كده في سكن واكل وشرب في الامارات. طيب بعدين انا سافرت، جريت بقى مع الناس اللي بتجري بدور على شغل، مم. يا لقيت وربنا وفقك وكرمك في الشغل خلاص، يا ما لقيتش تبقى انت متقبل الخساره والمجهود والتعب ده وترجع تاني على مصر. وترجع من غير ما تتسبب لنفسك في خسائر اكبر. صح. لان انا بشوف ناس بتيجي الفيزا بتاعتها انتهت، يصروا برضه ان هم يفضلوا قاعدين ويتعرضوا للغرامات، والغرامات تزيد صح. عليهم جدا، صح. وتدخلهم في مشاكل قانونية، وينتهي الامر بالابعاد. صح. فيقضي على فرصة ان هو ممكن يرجع تاني.